شاب مصري مختفي في إيطاليا وقصته غريبة جدا وعاوز كل الناس تسمعها، ويا ريت كل المصريين اللي في إيطاليا يساعدونا بجد. محمود أنديل سعد إبراهيم محمد، شاب مصري من قرية اسمها شبرا سندي، مركز السنبلاوين، محافظة الدقهلية. وطبعا دي صورة الشاب اللي مختفي في إيطاليا. هو بقاله في إيطاليا سنة ونص، ودلوقتي بقاله حوالي 15 يوم مختفي تماما. هو شاب وحيد على 6 بنات، كل إخواته بنات. والده راجل كبير في السن، والدته متوفية، والشاب ده اختفى تماما. واخواته البنات تواصلوا معايا وكلموني، ولكن قصته غريبة جدا. قبل ما احكي لكم قصته اسمعوا الفويس ده من اخته. مسافر ايطاليا من سنه ونص. كان شغال في بنزيمه في ميلانو مع ناس. فجاه جات له حاله هستيريه وازمه نفسيه صعبه، وصاحب الشغل ركبه باص لروما، ومن يومها ما نعرفش عنه اي حاجه، وهو مش بيعاني من اي مشاكل ولا بيشرب. ده فيديو من اخواته البنات عشان ينزل صوته في كل المنصات. السلام عليكم يا حليم، احنا اخوات محمود انديل سعد من المنصورة، مختفي في ايطاليا. مش عارفين عن نوصل له. نطلب من المصريين في نوبلي انهم يساعدونا ان احنا نوصل لمحمود انديل سعد. وننزل فيديو يا حليم على مسألتنا الشخصية، احنا اخوات البنات. احكي لكم قصة محمود شاب مصري زي اي شاب جه لايطاليا بالظبط من سنة ونص، وبالفعل ربنا كرمه وشغال في مغسلة مع واحد في ميلانو. فجأة محمود بعد فترة كده بيقعد مع نفسه ويكلم نفسه، ومش حاسس بالدنيا وفي حالة صعبة، وبدأ يفقد الذاكرة في حاجات بسيطة، مش كل حاجة. يلاقوه اصحابه في الشغل وصاحب الشغل بناء على الكلام اللي اخته حكته ان هم قالوا لها بيقعد مع نفسه بالساعات وما بيتكلمش خالص، ودايما قاعد على الكرسي ما بيتكلمش مع اي حد. وفجأة محمود اختفى 3 أيام. دخلوا عليه لحد ما لقوه قاعد في مكان ما تقريبا في الشارع وما بيكلمش أي حد. فطبعا ما نعرفش ايه اللي حصل ولا ملابسات الموضوع. وده الغريب في الموضوع ان صاحب الشغل تقريبا او حد قريبه خده ركبه باص لروما. نفسي اعرف ايه المغزى ان انت تاخد شاب في الحالة دي تركبه لروما. ولما اخت محمود سألته انت ليه عملت كده، قال لها عشان انا مش عارف اساعده ولازم اي حد يساعده. طب انت ليه ركبته باص لروما؟ واحد مصري بيمر بأزمة نفسية بالشكل ده وبيفقد الذاكرة وفي حالة ذهنية غير مستقرة وغير مسؤول عن افعاله وعن اي حاجة بيعملها، ليه تاخده تركبوا باص لروما؟ من اليوم دوت محمود انديل اختفى تماما. بقالنا دلوقتي حوالي 15 ل 18 يوم بيكلموني، بقالهم اكتر من اسبوع نزلوا على كل المواقع، مش عارفين يوصلوا لاخوهم خالص. ده شاب وحيد يتيم الام، والده راجل كبير في السن، على 6 بنات، اختفى، محدش يعرف عنه اي حاجة، اتبخر تماما. نفسي اسال سؤال في القصه دي كلها، اللي ركبوا باص لروما ليه بتاخدوا تركبوا من ميلانو لروما عشان ايه؟ ايه الفكره في كده؟ فاي حد فيكم شاف صوره محمود اللي قدامكم دلوقتي يتواصل معانا مباشره، وكل الناس دلوقتي تشير صوره محمود، لان محمود شاب مننا، شاب زينا، شاب على 6 بنات، حالته النفسيه غير مستقره. محمود ولا بيتعاطى مخدرات ولا له في النسوان ولا له في اي حاجه، ولكن محدش يعرف فجاه ايه اللي حصل له ان هو بقى مع نفسه كده وبيمر بحاله نفسيه صعبه، وفي النهايه حد ياخده يركبه باص لروما ومش فاهم ليه، ولا اخواته حتى فاهمين ليه، ولا عارفين اي حاجه عن اي حاجه حصلت. فاي حد شاف محمود او يعرف يوصل لمحمود او شافه في اي مكان في روما، في نابولي، في اي مكان، يا ريت يبلغنا. دل على الخير كفاعله، ودوري ودورك نشير الفيديوهات اللي بالشكل ده، لان ممكن يوما ما نكون في مكان زي محمود، ربنا يتولانا برحمته في غربتنا. والغربة فعلا قاسية، والاسترس بتاع الغربة صعب جدا. ويا ترى حصل لمحمود ايه، ويا ترى ايه قصة محمود، ويا ترى ليه ركبوه باص لروما؟ محدش فاهم اي حاجة في اي حاجة. فدورك تعمل منشن وتعمل شير للفيديو، لعل وعسى نلحق نطمن اخواته البنات عليه. ربنا يرجعه بالسلامة، ربنا يطمنا عليك يا محمود. السلام عليكم.